أهلا بكم متابعي والمتابعي لقناة بهجة سبور للحديث في هذا الفيديو الجديد. الحديث عن الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى التي ستجرى غدا، وكذلك اليوم هنالك 4 مباريات، وكذلك غدا إن شاء الله سيكون الأربعة الأخرى الجولة 29. يعني تبقت جولة أخيرة في الرابطة المحترفة الأولى لنهاية الموسم الذي شهد تتويج فريق مولودية الجزائر بالبطولة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخه. مولودية الجزائر الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة مباراته ضد فريق مستقبل الويسات، عندما تعادل هدف لهدف بملعب الشهيد علي عمار بالدويرة. إذا مشاهدي القناة، أرجو منكم فضلا وليس أمرا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس. قناة بهجة سبور المختصة في الرياضة الجماعية أو حتى الفردية، كما قلت أمرا عفوا فضلا وليس أمرا. شكرا لكم، ونلتقي بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدي القناة من جديد. كما قلت في البداية، الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى. أتكلم على مباريات غدا التي ستكون بملعب 8 ماي 45. وفاق سطيف سيستقبل فريق مولودية الجزائر. المولودية صاحبة اللقب الذي حسمته كما قلت في مباراتها الأخيرة ضد مستقبل الويسات، بطلة للجزائر للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخ فريق مولودية الجزائر. يواجه وفاق سطيف بملعب 8 ماي 45. وفاق سطيف كما يعلم الجميع فاز في مباراته الأخيرة ضد فريق شباب الوزداد 3-1 بملعب 8 ماي 45، وضمن بنسبة كبيرة البقاء أو رسميا البقاء في القسم الأول. ولكن وفاق سطيف لم يكن أبدا يعني في هذه الوضعية. وفاق سطيف الذي ينافس على الألقاب المحلية وحتى القارية أصبح يتخبط في السنوات الأخيرة في المشاكل، وكذلك تذبذب في النتائج، نتائج فريق الكحلة والبيضة المعروفة بنتائجها وكذلك بإنجازاتها المحلية والقارية. وفاق سطيف يستقبل المولودية بملعب 8 ماي 45. ستدخل هذه المقابلة ويتبقى لها مباراة أخيرة ضد أولمبي شلف في الجولة 30، الجولة الأخيرة بملعب الدويرة. هنالك سيكون الاحتفال الاحتفال بالبطولة رقم 10 في تاريخ مولودية الجزائر. المباراة ستكون منقولة على الويب ابتداء من الساعة 9 أو 6 إلا الربع على التلفزيون الجزائري، على موقع التلفزيون الجزائري الويب، وتكون منقولة على كما قلت على الموقع. وكذلك تكون ابتداء من الساعة 6 إلا الربع بين الفريقين، بين وفاق سطيف وكذلك مولودية الجزائر. من جهة أخرى، مباراة الثانية ستكون أكثر أهمية. لماذا؟ لأن الفريقان يلعبان من أجل مكانة في القسم، من أجل مكانة تؤهلهم إلى المنافسة القارية. تكلم عن مولودية وهران وشباب الوزداد، أو شباب الوزداد الذي سيستقبل مولودية وهران بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. يريد فريق شباب الوزداد الانتصار وكذلك تحقيق الانتصار والابتعاد والاقتراب من مولودية وهران الذي يبتعد عن فريق شباب الوزداد في الترتيب. مباراة مولودية وهران يتبقى لها مباراة أخيرة في الجولة 30، وشباب الوزداد يتبقى له مباريات متأخرة. يعني شباب الوزداد
إذا انتصر في غدا سيكون بنسبة كبيرة أحسن من مولودية وهران في الترتيب. لهذا على الحمراء وربما ستكون مباراة قوية وقوية جدا. نذكر فقط بأن مولودية وهران وشباب بلوزداد كلاسيكو يعني منذ زمن، منذ الستينات وكذلك السبعينات القرن الماضي. إذا كما قلت وفاق سطيف بملعبه 8 مايو سيستقبل مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد سيستقبل فريق مولودية وهران في الجولة. من جهة أخرى فريق شبيبة الثورة في مهمة نقولها أقل من تكون سهلة، أقل من فريق مولودية وهران وشباب بلوزداد. سيكون مرتاح بنسبة في تنقله إلى البيض ضد مولودية البيض، هذا الأخير الذي رسم سقوطه إلى القسم الهواة. شبيبة الثورة ربما في أحسن حال من أجل أخذ مكانة تؤهله إلى رابطة أبطال إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا رفقة مولودية الجزائر. الجياساس للمرة الثانية سيلعب هذه المنافسة بعدما للمرة الثانية كما قلت سيلعبها فريق جياساس الثورة شبيبة الثورة، هذا النادي الذي يتحسن من موسم إلى آخر. شبيبة الثورة في مباراة أخرى جمعية الشلف سيستقبل شبيبة القبائل. شبيبة القبائل كان قد فاز 5-1 ضد فريق وفاق سطيف. المباراة ستكون شكلية وستكون من أجل تحسين المرتبة التي سيتحصل عليها كل فريق. إذا فيما يخص الجولة 29 ليوم الأربعاء. الجولة ستلعب اليوم بالنسبة ل4 مباريات سيتقدمهم مباراة القمة، مباراة السقوط، مباراة من سيرافق مولودية البيض وفريق ترجي مستغانم. أتكلم عن مباراة التي ستجرى في المركب الرياضي لولاية الرويسات. مستقبل الرويسات سيستقبل نادي بارادو. نادي بارادو يحاول أو يتمسك بذلك الأمل من أجل البقاء في القسم الأول. مستقبل الرويسات تعادل ضد مولودية الجزائر ساعده كثيرا من أجل البقاء، وكذلك من أجل لاعبي ورقة البقاء. مباراة ستكون كبيرة وستحدد بنسبة كبيرة من سيرافق كما قلت ترجي مستغانم وكذلك فريق مولودية البيض. فريق رويسات في أحسن حال، في أحسن مكانة من أجل ذلك الهدف، ولكن في كرة القدم ستبقى كل الاحتمالات واردة. وكذلك سيلعب نادي بارادو أمله الأخير من أجل الانتصار وكذلك الانتظار باقي المباريات، لأنه سيلعب لقاء متأخر ضد اتحاد العاصمة. باقي المباريات فريق اتحاد العاصمة الفائز بكأس الكاف سيستقبل أولمبيا قبو. فريق شباب قسنطينة كذلك في مباراة شكلية سيلعب ضد فريق اتحاد خنشلة. النادي الرياضي القسنطيني يستقبل بملعب الشهيد حملاوي فريق دياسامكا اتحاد خنشلة. وكذلك النجم بن عكنون سيلعب ضد ليسبيرونس ترجي مستغانم الساقط إلى القسم الهواة. نذكر فقط بأن فريق اتحاد بسكرة والأبيار صعد إلى القسم الممتاز، إلى القسم الرابطة المحترفة الأولى. لقاء البلاي أوف سيلعب غدا إن شاء الله بملعب نيلسون أو بملعب المجاهد الراحل حسين أحمد بتيزوزو ضد فريق اليوسي اتحاد الشاوية وفريق سيرتي. أتكلم عن تيموشنت الذي أقصى فريق شباباتنا من دور السيمي فاينل الكبير بملعب ميلود هدفي هنالك، أو بملعب نيلسون مانديلا عندما فاز على فريق مولودية على شباباتنا بضربات الجزاء. فريق اتحاد شاوية يستقبل أو اتحاد يلعب ضد فريق تيموشنت من أجل المرتبة الثالثة الصاعدة إلى القسم الرابطة المحترفة الأولى. وكانت الفيدرالية الجزائرية عينت مصطفى غربال لإدارة هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدي القناة. مرة أخرى أرجو منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، قناة بهجة سبور، وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الأخبار الرياضية كما قلت الجماعية وكذلك حتى الفردية. مرة أخرى
شكرا لكم وإلى اللقاء.